الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. وحلقتنا اليوم سوف تكون عن الملك مرن رع الأول، وهو الملك الرابع من ملوك الأسرة المصرية السادسة، وقد تولى الحكم في الفترة من 2283 قبل الميلاد حتى عام 2278 قبل الميلاد. وتولى حكم البلاد بعد الملك بيبي الأول، وكان لا يزال صبيا، ومن المحتمل أن بيبي تزوج من والدته في أواخر أيامه، ولقب هذا الملك بمحتي ساف، ومعناه الإله محتي حامية. ولم يمكث على عرش الملك أكثر من 7 أعوام، ومات وهو لا يزال في بداية العقد الثاني من عمره. وقد بدأ هذا الملك في بناء هرمه عند توليه الحكم مباشرة، كما هو الحال عند كل ملك في هذا العهد. ولحسن الحظ وجدت مومياءه سليمة، وهي في الواقع أول جثة عثر عليها لملك بقيت إلى عهدنا هذا. حقا إنها جردت من كل كفنها بسبب اللصوص الذين نهبوا الهرم في الأزمان القديمة. وقد لوحظ أن خصلة الشعر التي كان يتميز بها الفتيان الحديث السن لا تزال عالقة بجمجمته، مما يدل على أن مرن رع كان لا يزال صبيا عند وفاته. وتدل النقوش التي من عهده على أنه قد وجه كل عنايته إلى الجنوب، وربما كان هذا هو السبب الذي من أجله عين أوني حاكما ومسيطرا على الوجه القبلي، ولقب بلقب حاكم الجنوب. وقد قص لنا أوني قصته في عهد هذا الملك وما قام به من جلائل الأعمال. وقد أرسل الملك مرن رع أوني إلى أبهات ببلاد النوبة لإحضار تابوت أي صندوق الأحياء وغطاءه، وكذلك قطعة هرمية صغيرة ثمينة ومحترمة لأجل هرم الملك مرن رع الذي يسمى خعنفر مرن رع. وبعد ذلك أرسله إلى ألفنتين لإحضار لوحة من الجرانيت وقاعدتها وجانبيها، وكذلك لإحضار أبوابا من الجرانيت ورقعتها للحجرة العليا لهرم الملك مرن رع المسمى خعنفر مرن رع. وقد سحت في النهر من هناك حتى هرم مرن رع. وقد أرسل الملك مرن رع رجله أوني إلى عدة حملات، منها إلى البلاد الأجنبية، وقد قام بهذا العمل في 6 أشهر فقط، وذلك لاكتشاف الطريق الذي يؤدي إلى البلاد الأجنبية. وقد عاد بكل أنواع الهدايا من هذه البلاد. أما بالنسبة للحملة الثانية فقد سار على طريق ألفنتين الذي أخذ مدة 8 أشهر في هذا الطريق. وذهب في الحملة الثالثة إلى بلاد إيام، فرحل من طريق سيشت المقاطعة 7 من الوجه القبلي عن طريق منطقة الواحات.
ووجد أن الأمير إيام قد حارب بلاد لوبيا حتى الحدود الغربية. ولقد كان من جراء فتح هذه الطرق التي ذكرناها هو تسهيل التجارة بين مصر والبلاد الخارجية والداخلية. كما يعد حرخوف أحد عظماء حكام الفنتين الذي لا يزال قبره محفوظا للآن على الضفة الغربية من شلال أسوان. حرخوف هو من أعظم أبطال هذا الوقت، وقد قام حرخوف ب3 رحلات في داخل الأقطار الأفريقية قبل وفاة الملك مرن رع، وقد كان يحمل لقب مدير القوافل. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.